يا أيها الرياضيون الهواة، تعالوا أقول لكم على الغلط اللي بيعمله 80% مننا عند الإصابة بشد أو إصابة عضلية. لو أنت رياضي هاوي بتحب تروح تلعب حجز كورة، بدل، تنس، تروح الجيم أو بتجري بصورة منتظمة، فأنت معرض بصورة طبيعية إن أنت يجيلك إصابة عضلية أو على مستوى الأربطة أو الأوتار. أكبر غلط بقى بيعمله معظم الناس إنها بترجع تاني تتمرن أو تروح تمارس الرياضة بتاعتها بمجرد الألم ما يخف بعد حدوث الإصابة دي. وده بيحصل لأن الألم بيخف أو بيروح قبل ما النسيج العضلي أو الوتر يكون فعلا تعافى بصورة كاملة. الدراسات بتقول إن ترميم الألياف العضلية ممكن يستمر لحد 3 أسابيع، وفي بعض الإصابات الكبيرة شوية ممكن حتى يوصل ل6 أسابيع. فخد بالك، انت لو رجعت بدري انت مش بس هتعيد نفس الإصابة، لا ده انت ساعتها ممكن تحولها لإصابة مزمنة أو يحصل تليف في الألياف، وساعتها الأداء عمره ما هيرجع زي الأول. طب الأصح إنك تعمل إيه؟ الأصح إنك ترجع الحمل بالتدريج مش دفعة واحدة، وكمان تشتغل على الريهاب اكسرسايزز أو تمارين التعافي المخصصة للعضلة أو الوتر ده. وكمان الأفضل إنك تستنى الكليرنس تماما من الطبيب أو من المعالج الطبيعي، وما تعتمدش على إحساسك بس إنك خلاص بقيت كويس. وما تنساش إن الفكرة إنك ترجع بطريقة صحيحة مش ترجع بسرعة. أنا عارف إن ساعات ارتباطنا بالرياضة أو حبنا لساعة الحجز اللي بنروح نلعبها بيخلينا متشوقين للعودة بسرعة، وهو ده الأساس اللي بينتج عنه الغلط ده.